سبق لي شاركت معكم طاجين بالملج والصفرجل المعسل، ولقى واحد الاقبال كبير وقله في الناس اللي اعترضوا. قال لك حق ما حق اللحم، الصفرجل كيجي غير مع اللحم، يعني ما خاصكش ديري مع البيبي. اليوم راني غنديروا لكم مع الدجاج والطاجين كيفاش طلع وكيفاش جا بنين. كوليه فوق الشبعه، راه ما تصوروش الطاجين هذا كيفاش كيجي، خاصكم غير تتبعوه كيفاش درتو كيفاش عملت ليه وطيبوا نتوما باغين داكشي اللي كديروا، حيت الطبخ كيبقى فن وكيبقى ذوق. يعني ما يمكنش لك تجي طيبي شي حاجه وغادا تطلع لك هي ديك، واخا يكون عندك المقادير هما هادوك، واخا يكون عندك اللحم، واخا ما شنو يكون عندك، راه ما يطلعش لك داكشي هو داك. ولكن الا طيبتي واحد الحاجه بحب وانت باغا طيبيها، راه غتجيك بنينه ولذيذه. كما كنقول لكم ديما، السر ديال الطاجين هو ما نقليوش العطريه في الزيت، لحقاش كتحرق وما كتبقاش تعطينا داك المذاق. داكشي علاش درت في الطاجين غير الزيت واللحم والبصله والثومه والربيع والحامض مصير، وخليته تقلى مزيان. عاد زدت العطريه والماء، خليته غير شي شويه، زدت عليه البصله والزبيب وخليته يطيب، نقصت عليه البوطه والصفر حتى هو عسلته. هذا هو الطويجين ديالي، راه ما تصوروش شحال جا بنين. راه طويجين كيطور تاكلوه فوق الشبعه. راه واحد الطاجين جا ما نعاودش لكم، غير جربوا نتوما غادي تعرفوا. راه واخا ما كاينش اللحم، راه السفرجل كيجي مع الدجاج.